الفلوج ده هقول لكم اسعار كل حاجه خلال اليوم. انا بس جودي عدت عليا النهارده فيعني مش عارفه بقى دي سعرها ايه بصراحه. وصلنا الاهرامات. سعر الباركينج 100 جنيه. اصلا النهارده عموما ورك فروم هوم، فدول صحابي بتوع الشغل وقررنا ان احنا نشتغل من الاهرامات، معرفش ليه، فهتبقى اكسبيرينس يعني. وبعدين لازم تجيب تيكت عشان تعرف تدخل جوه الاهرامات. سعر التيكت لو انت طالب مصري 30 جنيه، لو انت مش طالب مصري 60 جنيه، لو انت طالب اجنبي 300 جنيه، وانت لو مش طالب اجنبي 700 جنيه. فالحمد لله اللي احنا مصريين. يا جماعه احنا حاجزين في مطعم عشان نفطر. حاجزين في مطعم عشان نفطر، فهم بيعملوا معامله في اي بي. لا معاملة يعني. مدينا بص لوحدنا وبتاع. صوري دلوقتي عادي. شكرا جدا. أول مرة تيجي الأهرامات؟ لا أيوه يعني لا جيت الشهر اللي فات في شوية بس. حماس كده. طبعا عارفة أساميهم خوف وخفرة ومنقورة. ده دخلتهم كمان. دخلتيهم؟ طب إيه علاقتهم ببعض؟ قريب. أب وابن. طب في 3 أهرامات صغيرين على إيدك. اللي هما فين؟ دول؟ اه هم مسقرة دول؟ زوجات الملك منقورة. هما اوكي. 9 أهرامات، في 3 تانيين برضه صغنطاطين كده خلف خوف. زوجات فيهم زوجة ملكية. اوكي. الزوجة الملكية دي بتبقى من أصل ملكي، الاثنين بيبقوا مثلا الاثنين التانيين بيبقوا اللي من أصل ملكي اللي بيخرج من ذرية الملوك. الاثنين التانيين مثلا بيكونوا جواري. فهمت. شكرا جدا. بصولي. هما زوجات خوف. دول زوجات خوف. لذلك كم هرم عندنا 9 أهرامات. ماشي. هشتاق عليك وأقول لك كده طبعا. خلاص، لا دي معلومة لسه ما بقى. ماشي عليك. Have a nice time. شكرا. Right. هنا كنا وصلنا المنطقة بتاعة المطاعم. في كذا مطعم مشهور منهم خوفو، بس احنا كنا حاجزين في بلاك فاست، قلنا نفطر هناك. بصوا يا جماعة، مفيش رقم معين انتوا هتدفعوه لما تبقوا هناك. يعني انتوا هتدفعوا حوالي من 600 ل 1000 depends على انتوا هتطلبوا ايه. اعتقد باين قد ايه انا مبسوطة ومستجبنة وما كنتش عايزة امشي، يعني كنت مندمجة جدا مع الشمس. فاطمة طلبت ترافل اومليت، بس كان عندها مشكلة مع الجبنة، بس اتبسطت بيها يعني. هتعملي ايه طيب؟ احنا كلنا طلبنا سالمون اج بنديكت، وكانت رهيبه رهيبه بجد. وطلبنا برضو حمص بالترفل وكان حلو جدا. الاكل عموما حلو قوي قوي. وبرضو طلبنا سبانيش لاتيه، كان حلو بس بصراحه كان في احلى، يعني ما كانش احلى حاجه الاكل اللي كان حلو قوي. وبعد كده طبعا طلبنا فطير مشلتت، وكان احلى حاجه في الدنيا. عايزين نحط شمعة بنت مايا عشان عيد ميلادها. عيد ميلادها النهارده كام ابريل؟ النهارده 26 ابريل، وانا دلوقتي كانت 27 مارتش. يعني شهر فرق، بس احنا تمام، احنا في الحتة تمام. وصلت. وهنا اليوم كان خلص خلاص، كنا مستنيين الباص اللي بيرجعنا، وقعدنا نعمل تيك توكس ونصور عند الاهرامات وبس. بعد كده كان عندنا اصلا شغل يعني، فروحنا كافيه وقعدنا نشتغل مع بعض كلنا بس كده. العربية اهي. اه